انا دلوقتي عرفت ليه المافيا والعصابات كانت بتحب العربيه دي. رينج روفر فوم، مبدئيا لو مسند دراع واحد مش كفايه فانت عندك اتنين. ده اكتر كرسي هترتاح فيه لدرجه ان مسند الراس كهرباء، ومستحيل الشمس تضايقك عشان حتى الشماسه فيه منها اتنين. وطبعا رينج روفر مش زي الباقيين، فكان لازم يحطوا زراير في مكان مختلف. كل حاجه هتلمسها جلد، من اول التابلو للطاره وحتى المقابض اللي في السقف. فيها كميه سماعات مش طبيعيه، اكتر من 15 سماعه من مريديان. كمان اير سسبنشن مش هيخليك تحس بولا مطب. تحت الكبوت فيه 400 حصان خارجين من 6 سلندر 3000 سي سي. البيبان بتاعتها سوفت كلوز، وكانت من اوائل العربيات اللي تنزل بالفتيس النب. وراه على طول وضعيات السواقه كلها. في النص هتلاقي شاشتين، واحده فيها كل نظام الانفوتيمنت، والتانيه لكل تحكمات التكييف بما فيهم اوبشن تسخين وتبريد الكراسي. هتلاقي المرايه فريملس، والاضاءه اللي في الشماسه مريحه للعين، والطاره بتظبطها كهرباء من هنا وكمان بنظام تسخين. الكرسي اللي ورا هتقدر تحرك الظهر بتاعه كهرباء، وكمان هتتحكم في الازاز اللي جنبك من ناحيتك انت، وتظبط الاضاءه اللي جوه وتعمل ميوت للصوت وتفتح الستاره بتاعت السقف. التكييف كواد زون، وكل اللي انت شايفه ده خشب حقيقي. وفي ريموت هتاخده من هنا عشان تتحكم في الشاشتين اللي قدامك. ولو عايز تحط حاجه كبيره في الشنطه هتنيم الكراسي كهرباء من غير اي مجهود، وبدوسه زرار واحده اجزاء الشنطه كلها بتقفل. العربيه موديل 2020 وصيانتها كلها في التوكيل، وتقدر تكشف عليها هناك، وكمان عليها بروتكشن. انت مش متخيل لغايه دلوقتي العربيه دي قد ايه بتلفت نظر ناس كتير قوي. العربيه دي بالذات معموله للناس اللي بتفهم.